ازيكم يا شباب؟ ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكون اول حصه في اساسيات اللغه الانجليزيه. تمام. سواء كنت في ثانويه عامه، كنت في اعدادي، كنت لسه في ثانوي، كنت حتى خلصت ومتلخبط في الاساسيات، فدي للاساسيات في العموم. طيب. آه المذكره اللي هنشتغل منها اسمها ايزلي جرامر، هي مذكره خاصه بيا. لو انت على اليوتيوب هسيبها لك في الديسكريبشن. لو انت على جروب التليجرام اللي خاص بمعادلة هندسة وثانوية عامة هسيبها لك بشكل مجاني على الجروب. اعرفكم بنفسي، انا مستر محمد نبيل، مدرس لغة انجليزية، خبرة اكتر من 5 سنين. طيب. اداب انجليزي جامعة القاهرة، وحاصل على تفل تمام وسلطة. هنبدأ مع بعض النهاردة قاعدة بسيطة خالص جدا، بس للأسف بتلخبط ناس كتير. طيب، هي قاعدة A or N. طيب، هي أدوات النكرة. طيب، أدوات النكرة دي أنا بستخدمها عشان أعرف إن الحاجة دي حاجة واحدة. طبعا مكان A أو N ممكن أقول 1، اتفقنا، اللي هو رقم 1 عادي. طيب، بس طبعا 1 ملهاش قاعدة، ف 1 ممكن أقول بعدها أي حاجة، أقول 1 cat 1 dog عادي. لكن بالنسبة لإيه أو أن لأ، طبعا ليهم قاعدة. هو هنا اللي مكتوب ده مكتوب للتبسيط، بس إحنا هنعرف بشكل أدق إيه الموضوع وإيه الدنيا مع بعض. طيب، حاجة حابب أنوه عليها قبل ما نبدأ. طيب، أنا مش هشتغل من المذكرة بشكل مش هشتغل من المذكرة بالترتيب، بس كل لما هاجي أشتغل في كل حصة هقول لك رقم الحصة رقم الصفحة آسف اللي أنا بشتغل منها. تمام. واسم القاعدة طبعا اللي احنا هنبقى. انا مش عايزك تحفظ اسامي القواعد، انا عايزك تفهمها وتفهم استخداماتها. الاسامي مش مهمة خالص، ممكن تبقى عارفها كده بس، لكن ملهاش حفظ خالص. افهم كل قاعدة تستخدم لايه، وهنعرف مع بعض كل لما اشوف جملة هعرف ازاي ايه الزمن اللي استخدمه بناء على الجملة اللي انا شايفها. بس ده ان شاء الله من الحلقات الجاية ان شاء الله. طب يلا بينا. هنا اول حاجة، هو قال لك مكتوب ان احنا بنستخدم ايه قبل الاسم المفرد. ماشي، اللي بيبدا بكونسونانت. كونسونانت يعني حرف ساكن، اتفقنا. طيب، وتحت مكتوب ان احنا بنحط ان قبل الاسم المفرد اللي بيبدا بحرف فاول. طيب، حروف الفاول في الانجليش 5، تمام. وعندنا حرف الواي. طيب، حرف الواي ده سبيشال فاول، يعني ساعات بنطقه بالصوت فاول وساعات بنطقه بالصوت ساكن. لكن الحروف المتحركة الأساسية هي A E I O U، تمام. دي الخمسة الأساسية. طبعا الإنجليش فيه 5 حروف أساسية كفاول، لكن في أكتر من 15 صوت فاول. طيب، صوت الفاول هو الصوت اللي بيبقى زي الأ أو إي وهكذا، ده صوت فاول، تمام، اللي بيخرج الهواء، ده اسمه صوت فاول متحرك. طيب، ال A طبعا بتيجي قبل أي حاجة، قبل ساكن، قبل حرف ساكن. طيب، ما ينفعش أقول مثلا umbrella. طيب، umbrella حرف، umbrella بدأ باليو، اليو فاول، بس هنا أنا مش ههتم هي بدأت بأنهي حرف، أنا ههتم هي بدأت بأنهي صوت. تمام، ماشي، ههتم هي بدأت بأنهي صوت. طيب، طالما بدأت بصوت إي أو هحط آن، اتفقنا. طيب، أي أصوات تانية زي بنانا، موزة، عايز أقول موزة واحدة هتبقى a banana، اتفقنا. طيب، orange، O ده صوت O، صوت متحرك، فهحط an orange. طيب، هنحل طبعا عليها دلوقتي عشان نفهم أكتر. طيب، بس حرف اليو ساعات بيتنطق ككونسونانت، يعني مثلا في كلمة
يونت. طيب اللي هي وحدة، عايز أقول وحدة لحاجة أيًا كانت الحاجة، فباقول هنا ما نطقتهوش زي صوت الأمبريلا، لأ نطقته يو، ده هنا صوت ساكن، فهاحط هتبقى أيونت زي كلمة يونيفورم. طيب كلمة يونيفورم برضه نطقت بصوت ساكن، يو هتبقى وهنروح بعيد ليه؟ زي university اللي هي الجامعة اللي هتدخلوها إن شاء الله. طيب فبرضه university بدأتها بصوت ساكن يو. طيب ملحوظة بسيطة، اليو ان واي لو جم ورا بعض دايما بيتنطقوا يوني، يو ان واي، يو ان اي اسف، يو ان اي لو جم ورا بعض دايما بيتنطقوا يوني. اتفقنا؟ طيب تعالى نحل ونشوف. طيب هنا animal ده صوت ساكن كونسونانت ولا فاول متحرك؟ طبعا انا بدأت بصوت يبقى صوت متحرك. طيب هتبقى an animal. طيب كمبيوتر ده صوت ك ده صوت ساكن، ما قلتش ولا اي ولا او، قلت ده صوت ساكن، هتبقى طبعا عارف ان هي حاجه تكاد تكون تبان تافهه لكنها مهمه جدا، وللاسف في ناس حتى متخرجين من تربيه واداب انجلش ولا زالوا بيتلخبطوا فيها. تمام. بارت. طيب بارت اللي هو الببغان. طيب با ده برضو مش ولا اي ولا او. طيب ده صوت برضو كونسونانت، فهحط برضو بارت بغبغان. طيب اللي بعدها واتش. واتش طيب هنا واتش اللي هي ساعة، اللي بتلبس في الايد، ساعة يد. طيب واتش برضو بيبقى ليها معنى تاني اللي هو verb واتش يشاهد، هنبقى نشوفه في الافعال قدام ان شاء الله. طيب هنا انا برضو بدأت بصوت ساكن، ده مش صوت فاول، ده صوت ساكن واتش. طيب هتبقى برضو هتبقى اوت. كين كين اللي هي طيارة. طيب خلي بالك طيارة برضو بيتقال عليها ايروبلين. طيب بس هنا انا جبت بلين بس، فهات له هي اسمها بلين على طول. طيب طبعا ده برضو الصوت كونسونانت ساكن، هحط برضو ا بلين. طيب هنا كات 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 برضو بدأت بصوت اللي هو صوت ساكن، فهحط برضو كات اللي هي قطة. طبعا أي حاجة أولها آن أو ده معناه إنها حاجة واحدة مفرد. طبعا أو آن قلنا ما بيجوش إلا قبل الاسم المعدود، المفرد المعدود، يعني كات بينفع أجمعها كاتس، بينفع أقول 1 كات 2 كات 3 كات. حلو كده. طبعا بحط اس في الآخر عشان أجمع، أقول 2 كاتس ماشي 3 كاتس تمام، وهكذا. بس ما ينفعش مثلا احطها مع حاجات، ما ينفعش احط او ان قبل الاسامي الموجوده، يعني ما ينفعش اقول a water. تمام، لا ده غلط. outer ده غلط، ما ينفعش، لازم ما بيبقاش فيه دي ما بتبقاش موجوده. تمام، water رايس وهكذا، هيبقى في حلقه ان شاء الله للمعدود والغير معدود لوحده. طيب بيبي اللي هو الطفل الرضيع. هيبقى فيه برضو فروق بين بيبي وكيد وتشايلد، كلها ليها فروق مش كلها واحد. تمام، هنشرحهم في حلقة إن شاء الله منفصلة كحاجة بسيطة كده. طيب هنا بيبي برضو بادئ بصوت ساكن كونسونانت، فهحط برضو بيبي. بوك ما بقولش بوك، هي بوك على طول، هي الدبل او بس لونج شورت ساوند اسف. طيب فبوك على طول قصيرة تبقى بوك. هورس هورس اللي هو الحصان. طبعا هنا قلت برضه صوت ساكن كونسونانت، فبرضه هحط a horse صون واحد. إيه insect insect. طيب هنا بدأت صوت
ده الصوت فاول لان انا قلت طيب يبقى هتبقى ان. طيب ال بخصوص بقى ليه بنحط ان اصلا، ليه ما بنقولش انسكت على طول ونخليها حاجه واحده؟ طيب هنا قال لي، طيب العلماء اللغه يعني قالوا عشان ده بيخليك تميز الصوت. حلو كده، ما ينفعش اقول انسكت، الصوت مش هيبقى لايق على بعضه ومش راكب، حتى مش حلو وانت بتقوله ولا مريح على الودن. فقال لك هنكسر الصوت بحرف الان. طيب ان انسكت، ان انسكت. فيت، فيت اللي هو الطبيب البيطري. طيب هنا ف برضو ده صوت كونسونانت، فهحط افيت. ايجل، ايجل. طيب ايجل اللي هو طائر العقاب، هي بتترجم في بعض القواميس لكلمه نسر، بس النسر اسمه فالشر. فايجل ده اللي هو طائر العقاب، اللي هو الطائر اللي موجود على علم مصر اسمه ايجل، ده طائر العقاب. طائر العقاب المصري هو اللي موجود على علم مصر، ايجيبشن ايجل. طيب ايجل بدأ بصوت ايجل. طيب هتبقى ان لان انا بادئ بصوت فاول. teacher، teacher like me. طيب زي يعني، طيب teacher يعني مدرس. طيب teacher، فهنا تي، تي ده صوت التي صوت كونسونانت، فهتبقى طيب onion، onion، onion اللي هي بصلة. طيب فانا عايز اقول بصلة واحدة. طيب هنا بدأت بصوت اه. طيب صوت صوت فاول، فهتبقى an onion. طيب uncle، uncle. طيب uncle ولازم اقولها كده uncle، ما بقولش uncle عشان uncle الثانيه دي اللي هي الكعب. طيب uncle، uncle. طيب اللي هو عم او خال. طيب هنا صوت برضو اهو uncle ده صوت فاول، فهجيب برضو ان. طيب وكان هتلاقي لو انت على اليوتيوب هتلاقي برضو شرح مبسط اللي قبلها، شرح مختصر كده في دقيقتين للقاعده دي. طيب وان شاء الله يعجبك، وان شاء الله الشرح ده يعجبك، واشوفك ان شاء الله في الحلقه الجايه. مش هطول عليك اكتر من كده، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله يا باشمهندسين.